ونتمنى من خلال قناة الوطنية أن يفهم المواطن الجزائري رجاء أن لا يتفاعل نهائيا مهما تأثر عاطفيا من كل ما يطرح على السوشيال ميديا وحتى بعض وسائل الإعلام، إن قلنا أنها شبه رسمية تونسية في حد ذاتها أو أخرى يعني في دول الجوار، لأنه الغالب أو أكثر مما يراه المواطن الجزائري على السوشيال ميديا ويتكلم عن بعض الأحداث التي تقع هنا وهناك ضد الجزائريين، حتى وإن حدثت فعلا فإنها من جهات أخرى بعيدة حتى عن التونسيين إخوتنا وأشقائنا. ما يحدث الآن يجب أن ننتبه. ما يحدث في تونس ذكي جدا، أو ما يحدث لنا مع دولة تونس وشعبها من يقوم به يعمل بذكاء وبصمت، ولكن ينطلق من قاعدة الشعب الجزائري. هو لا يريد إحداث أن يطرح أي إشكالات على مستوى المؤسسات السياسية العليا، لأنه يدرك أنه وقتها سوف تتحرك السلطة السياسية وتقول في تونس أو في الجزائر هذا غير موجود وغير معقول. 1. 2. لن يخاطب أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية لأنها واضحة ومحددة المهام والمعالم. 3. لن يخاطب الشركات الإعلامية أو اقتصادية أو غير ذلك التي لديها تأثير في تونس أو يتكلم باسمها، لأنها أيضا لديها برامج عمل واضحة وتسير وفقا للقانون والنظم الإدارية وغير ذلك. ما يتم العمل عليه في تونس خبيث جدا، هو ينطلق من أحداث ذات بعد عاطفي تهم المواطن التونسي الذي يبحث في ذاته، وهذا واقع وفقا لظروف اجتماعية واقتصادية شبه غير مستقرة. يبحث عن ما يفرغ فيه تلك الضغوطات، فيتم الاستثمار في بعض الأحداث المعزولة أو الفردية في منطقة أو في أخرى، ولو حتى كلمة بين جزائري وتونسي، لتحريك بعدها العاطفة التونسية من خلال مصطلحات دقيقة في الاستعمال: الكرامة والسيادة والعزة والرجولة والأنفة والشهامة والوحدة بين التونسيين ضد الجزائريين، مما بطبيعة الحال سوف ينقل بطريقة اجتماعية اتصالية إلى المجتمع المقابل هو المجتمع الجزائري. لذلك قلت نتمنى أن لا نتفاعل نهائيا. الهدف منه ماذا؟ الأحزاب السياسية على سبيل المثال تستثمر في العواطف الاجتماعية، حتى وأنها تدرك على أنه تلك النقاط مغلوطة أو أعطيت أكثر من حجمها ووزنها الحقيقي، فسوف تسير فيها ولو بطريقة شبه رسمية. لأنها هنا سوف تستثمر بحسابها الخاص، خاصة في ظل هذا لا استقرار الموجود والضغوطات التي تعيشها السلطة المركزية السياسية العليا حتى تتفرغ لهذه الأمور. لذلك يبقى النقطة الأساسية هو أن لا نتفاعل نهائيا مع هذا الأمر حتى يموت بيد أصحابه بطبيعة الحال. ممتاز.